السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم على قناة سوبر دوجي أم بدر. أنا مش هطول معاكم، أنا علشان ما بقاش تقيل عليكم يعني. النهاردة جاي أتكلم معاكم على المونديال اللي في قطر. طبعا كل الناس عارفة وشافت الأغنية الكبيرة اللي عملت ضجة إعلامية للفنانة مريم فارس، وكل الناس دلوقتي بتلقبها بشاكيرا الغلابة أو شاكيرا العرب. أنا مش هنتقد ملابسها، لأن هي من طبيعة الحال هي بتلبس ملابس فاضحة، فلو شفتوا ملابسها في كل الكليبات اللي هي بتعملها فهتلاقوها حاجة زي حتت كده ملزقة ببعض فطالعة لابسة او لابسه مش لابسه. المهم يعني في بعض الانتقادات اللي هم بيتكلموا على لبسها الفاضح، اللي هو انتوا عارفين طبعا، شفتوا الكليب كان عامل ازاي، وطلع انها مش حشمه ولا تمثل العرب. وفي ناس كتير بتتكلم على انها يعني حاجة كده مضحكة، يعني مش عارفة اوضح لكم اللي جوايا بصراحة. بس انا عايزة اتكلم من وجهة نظري انا، وعايزة اعرف كمان ارائكم في الموضوع. من حقكم تقولوا رأيكم انتوا كمان، لان كل الناس دلوقتي بتترقب الموضوع وكل الناس عمالة تتكلم. مريم فارس اولا ده مش مكانها، يعني مش مكانها. يعني المفروض ان انتي واحدة عربية، مش بتمثلي بلدك لبنان بس، انت بتمثلي العرب، مصريين، مغاربة، عراقيين، سوريين، العرب، جزائريين، العرب، كل العرب، انت بتمثلي كل العرب. لكن اللي انت بتعمليه كمريم فارس بتقلدي واحدة تانية. في بعض التعليقات اللي كانوا بيقولوا طيب ما هي شاكيرا عملت اغنية وقلدت الرقص الشرقي. شاكيرا لما قلدت الرقص الشرقي ما جابتش فيفي عبده وشافت بترقص ازاي وقلدتها. شاكيرا لما رقصت، لا كل الناس طبعا بتشوف الفيديوهات بتاعت شاكيرا رقصت الرقص الشرقي بطريقتها، علشان كده كل الناس تقبلت رقص شاكيرا الرقص الشرقي. وشاكيرا عالمية، يعني انتوا لو شفتوها بقطعتين فانتوا مش هتشوفوها بطريقة زي ما انتوا بتشوفوا مريم فارس بلبسها الفاضح كده، بتبصوا لها بنظرة تانية مش بنظرة انتوا فاهميني. لكن لما تكون واحدة عربية من العرب عايزة تقلد واحدة أجنبية وبتقلدها بكل حركاتها، طبعا كل الناس لازم تتكلم. بتقلدها في لبسها مش بتاعك، ده لبس مش بتاعك ولا يمت للعرب بصلة. بتقلديها في اغنيتها، بتقلدي حركاتها، يبقى انتي مقلدة. يعني انتوا لو في برنامج دلوقتي قاعدين كده وبتحكموا وفي واحدة طالعة بتغني، هتقولوا مثلا بتغني صوتها قريب من اسمهان مثلا، هتقولوا لا دي انتي بتقلديها، احنا عايزينك تغني بطريقتك. انتي نفس الموضوع كمريم فارس، ولا بتقولوا مريم ولا مريم، نفس الموضوع مقلدة، فالناس مش متقبلة اللي بيحصل في الأغنية. انتي بتقلدي شاكيرا. فأنا بالفيديو ده مش بنتقد لبسها، لأن لبسها أصلا يعني الواحد مش واحد يعني مش هتكلم، لأن هي أصلا بتلبس لبس فاضح. أنا بنتقد إنها قلدت شاكيرا وما عملتش اغنية، او الناس اللي حواليها عملوا اغنية تمثل العرب وتمثل مريم فارس نفسها. ده مش مكانها. وللأسف يعني هي ممكن تكون عملت غلطة وهي مش قصدها، لان هي هتقع كمريم فارس. هتقع ازاي هنعرف في المستقبل. شاكيرا لو هي قاعدة وشافت المنظر بتاع مريم فارس
فهتقول ايه؟ لا بأس بها. بتقلدها فهتقول لا بأس بها. عفوا. ومريم فارس لو هي قاعدة وشافت واحدة بتقلدها فهتقول ايه؟ مش بطال. فانتي كمريم فارس مش بطال.